معقولة من صدر فرخة عملنا كمية الكفتة دي 14 صباع كفتة من صدر فرخة. تعالي نشوفوا ايه السر وايه سبب ان ترمي معانا كده اهو. تعالي نشوفوا الطريقة ونعرفوا ايه السر في كده اهو. لأول مرة بتشوفيني أنا أميرة من اسكندرية متجوزة في الصعيد. متنسوش الاشتراك والشير واللايك. اول حاجه بنجيب صدر فرخه بنفرمه ايا كان بقى تفرميه ازاي، بس المهم انه يكون مفروم. وبنجيبه رغيف بنحطوه في الميه قبل ما نبداوا اي حاجه علشان يلحق يلين معانا. بصلتين وسط وشويه فلفل اسود وشويه ملح. عندك بهارات سبع حطي، ما عندكيش خلاص. بنحط كل ده مع بعض وبنحط شويه بيكنج باودر عشان الرغيف اللي حطيناه ده هيتقل الفراخ، فده البيكنج باودر هيخليها خفيفه. ورشه بقسماط عشان ما تنزلش الماء السوائل اللي فيها. عادي ما عندكيش تمام، مفيش اي مشكله. بعد كده بتبداي تصبعيه باي بقى شكل بتحبيه. عايزه تعمليه صوابع، عايزه تعمليه زي الفلافل كده، شكل كده مدور زي القرصه الصغنونه، براحتك. المهم تدهني الطاسه او الصينيه اللي هتعملي فيها وتصبعي بالزيت. لازم يبقى جنبك زيت علشان الكفته بتاعت الفراخ تبقى ملزقه شويه. بس عايزه تعمليه في الطاسه نقطه زيت وغطيه وسيبيه مع بعض وهدي عليه. عايزه تحطيه في الفرن تمام، مفيش اي مشكله. ويا ريت تجربوا الطريقه وبألف هنا وشفا على اللي هيجربها. وعملت عيش مصري طبعا معاه، وعملت سلطه وقليت بطاطس وبألف هنا وشفا.